أهلا وسهلا بطلاب ميدل 2. والنهاردة مع سيشن جديدة ودرس جديد، وعايزين نكمل كده مع بعض بانتظام. وزي ما وعدتك هحاول على قد ما أقدر إن المنهج يبقى نازل ورا بعضه بشكل منتظم. فاحنا النهاردة هنبتدي مع درس التاني في يونت 2. فركز معايا بقى كده وصحصح ويلا بينا. الدرس بعنوان ايه يا مستر؟ الكيميكال ايكويجن. يعني ايه يا مستر؟ قال لي المعادله الكيميائيه. قال لي بص، انا لو جيت قلت لك انا هجيب كربون، بص انا هكتبها لك، انا احب الشرح ده في الجزء ده كده، عايزين احنا نكتب براحتنا. لو جيت قلت لك انا هجيب حته كربون اللي هو الفحم مثلا، يعني كول، ورحت جاي خليته يتفاعل مع الاكسجين اللي في الجو. الاكسجين، وانا نسيت الانجليش ليه، وهسخن جامد فيديني كربون داي اوكسيد جاز. لو سمحت كده، انت عارف من السيشن اللي فاتت ان انا لما بفعل مواد مع بعض وتديني ماده جديده ده كيميكال رياكشن. فاللي احنا كتبناه ده كيميكال ايكويشن، ده كده معادله كيميائيه. بس المعادله دي بنقول عليها وورد كيميكال ايكويشن، يعني معادله كيميائيه باللفظيه باسامي المواد، صح؟ طب قال لي مستر احنا نقدر نحول المعادله اللفظيه دي لمعادله لايكويشن ثانيه بس بالسيمبلز، بالرموز. طب ازاي؟ قال لي مثلا اول حاجه معانا الكربون. الكربون ده رمزه ايه؟ قال لي سي. والاكسجين ده رمزه ايه؟ او، بس الاكسجين بيبقى عارف ان هو رمزه O2. قال لي سخن، قال لي طلع لي ايه؟ كربون داي اوكسيد اهو ده. طب قبل ما اكمل كده، مين احسن يا شباب؟ المنظر اللي فوق ولا اللي تحت؟ اولا اللي تحت شكله احسن وخطي فيه احلى، بس لا سيبك من ده. الايكويشن اللي تحت احسن في ايه يا مستر؟ انها معرفاني عدد الاليمنت وعدد الاتومز. الكلام واضح. هنا فوق انا ما كنتش عارف كربون قد ايه، اكسجين قد ايه، وهكذا. ومش بس كده، بتعرفني حاجه تانية اسمها الفيزيكال ستيت، الحاله الفيزيائيه بتاعت كل ماده، والكلام ده هنعرفه بس واحده واحده. يبقى انا كده مستر بقيت عارف ان انا لما اعمل اي تفاعل اقدر اكتبه في صوره كيميكال ايكويشن، يعني في رياكتنت وفي برودكت. فتعالى كده نمشي واحده واحده. اولا الرياكتنت دي بتكون في الليفت سايد، الجنب الشمالي، وما بين الرياكتنت وبعض بنحط بلس. يعني انا قلت جبت كربون هفعله مع الاكسجين، يبقى احط منهم ايه؟ بلس. اول ما اقول لك تو فورم عشان يكون، تروح جاي حاطط سهم، والسهم ده بيبين ان في حاجات هتتكون اللي هي بتبقى إيه هنا؟ البرودكت. يبقى تاني كده نثبت مع بعض، يبقى الايكويشن متقسمه حتتين. بكتب الرياكتنت في ناحيه الليفت، الرياكتنت في ناحيه الليفت، والبرودكت في الرايت. تاني الرياكتنت في الليفت والبرودكت في الرايت. تاني الرياكتنت في الليفت والبرودكت في الرايت. ما بينهم ايه؟ ارو سهم. وما بين الرياكتنت وبعض بنحط بلس. في مشكلة في الكلام؟ أتمنى الكلام ده يكون مفهوم. طيب قال لي مستر وبعدين؟ قال لي برضو في الإيكويشن دي بتبقى أحسن عشان إحنا بنكتب فيها الفيزيكال ستيت بتاعت الرياكتنت، وبنعرف كمان الريشيو، نسبة النمبر اوف موليكول اند اتوم. تاني نكمل. قال له اهو تعالى نكتب الكلام ده بالمنظر اللي احنا قلناه، الرموز اهو. تاني كتبت السي بلس O2 سهم وهيبقى عليه هيت، كتبنا CO2. طيب تعالى بقى نقول ايه هي الديفينيشن بتاع السيمبوليك ايكويشن. عباره عن ايه؟ سيمبوليك ريبريزنتيشن. عباره عن ايه؟ سيمبوليك ريبريزنتيشن. عباره عن ايه؟ سيمبوليك ريبريزنتيشن. يبقى حاجه بتمثل وحاجه بتبين ايه يا مستر؟ قال لي الكيميكال رياكشن. يبقى الرموز بتبين الكيميكال رياكشن، رموز بتبين الكيميكال رياكشن. يبقى عباره عن ايه؟ سيمبوليك ريبريزنتيشن اوف كيميكال رياكشن. symbolic representation of chemical reaction. تاني symbolic representation of chemical reaction showing بيبين ايه؟ الرياكتنت اند برودكت. showing ايه؟ الرياكتنت اند برودكت، المتفاعلات اللي هتتفاعل مع بعض، والبرودكت النواتج، عن طريق ايه؟ using samples باستخدام الرموز and molecular formula. يبقى بكتب الرمز والكيميكال او موليكيولار فورمولا. التاني اهو، ادي كتبت سي بلس O2 سهم وعملنا هيت كده وكتبنا CO2. ركز معايا، السي ده سيمبل، رمز.
نفس النظام. الاو ده سيمبل رمز. طب السي ده CO2 ده عباره عن ايه؟ ده موليكيولر فورميولا. ده بقى يا مستر لا ده كده عباره عن دي موليكيولر فورمولا اللي احنا بنقول عليها الصيغه الجزيئيه. تاني يبقى هي السيمبوليك ايكويشن symbolic representation of chemical reaction. symbolic representation of chemical reaction بيبين ايه؟ showing ايه؟ reactant and product المتفاعلات والنواتج عن طريق ان انا بكتب السيمبل او molecular formula with simplest integer وبأبسط ratio ما بين النمبر اوف اتوم اور موليكيول. تاني بتبقى simplest integer ابسط رقم صحيح للايه؟ للنسبه ما بين الاتوم والموليكيول. الانتر اند ريزلت اللي دخلت واللي طلعت، اللي دخلت واللي طلعت. يبقى انا كده فهمت يعني ايه كيميكال ايكويشن. قال لي خد بالك هنكتب كده رموز بتبين حاجه اسمها الفيزيكال ستيتس، الحاله الفيزيائيه بتاعت كل ماده. احنا كل ماده هنكتب تحت رمز ليها، ومن الرمز ده هعرف هي حالتها ايه. قبل ما اقول لك الكلام ده تعالى نفهم ونحفظ مع بعض. انا عندي 3 حالات كده كده عارفينهم، السوليد والليكويد والجاز. السوليد رمزه اس، السوليد رمزه اس، بكتبه لما ابقى عارف ان الحاجه دي سوليد. طب ايه الحاجات السوليد اللي انا اعرفها في المعمل؟ اول حاجه اقول لك البريسيبيتيت راسب، يبقى اقول لك بريسيبيتيت تقول لي ان هو سوليد. لما اقول لك سولت ملح وملح واسكت، سولت بس، سولت واسكت تاني يبقى السولت بس ده سوليد. تالت حاجه السوليد باودر، باودر اي ماده باودر ده ايه ده؟ ده كده سوليد. اي ميتالز كابر زنك صوديوم بوتاسيوم، اي ميتال من اللي احنا حافظينهم بيكون سوليد اكسبت الميركوري. الميركوري الوحيد اللي مش سوليد. يبقى تاني امتى اقول ان الحاجه دي سوليد فاكتب تحتها كده حرف اس؟ لما تكون بريسيبيتيت او سولت او باودر او ميتالز. تاني حاجه ليكويد، ليكويد بكتب حرف ال. طب امتى اكتب ال؟ حاجه من اتنين، يا اما كوندنس فيبر او ووتر، والاغلبيه هنا بنكتبها مع الووتر، يبقى الووتر بكتب لها رمز ال. تالت حاجه الجاز، الجاز ده بياخد حرف الجي. امتى اكتب جي؟ قال لي لما الاقي كلمه effervescence او bubbles بلاقي ايه؟ effervescence او bubbles، effervescence او bubbles يعني حصل فوران او تكون فقاعات، يبقى كده في جاز اتكون. رابع حاجه فيبر، يعني ايه فيبر؟ بخار. طب ايه ده مستر مش الفيبر شبه الجاز؟ قال لي لا في اختلاف وتعالى افهم. جاز يعني مثلا لما حطينا الخل على بيكربوناته زي التجربه اللي فاتت في الدرس اللي فات، طلع فوران، حصل فوران فطلع جاز. لكن هنا لا، لو جبت ميه وسخنتها، الميه لما تسخن يحصل ايه؟ يحصل بخار، يحصل تبخير، الميه كده بتبتدي تتبخر، فده مش جاز. فاهم الفرق كده ما بين الفيبر والجاز؟ اتمنى الكلام يكون واصل لك. يبقى الفيبر بيحصل لما الاقي كلمه فيبر او ايفابوريشن، حصل تبخر، يبقى في فرق ما بين الفيبر والجاز. الجاز ده جاز كما حطيت حاجه على بعض حصل فوران طلع جاز. لكن لو انا معايا ميه وسخنتها بيبقى حصل لها فيبر، الميه بتتحول من حاله ليكويد تبقى فيبر. فاهمين؟ اخر حاجه ودي جديده عليا اسمها الاكوا سوليوشن. يعني ايه اكوا سوليوشن؟ يعني محلول مائي في ميه. يعني كلمه اكواس جايه من بنقول اكوا بارك، اكوا مان، يبقى فيها ميه، اي حاجه فيها اكواس يبقى فيها ميه. ورمزها اي كيو. امتى احط الاي كيو؟ قال لي اي حاجه فيها ميه. طب يا مستر ايه الحاجات اللي فيها ميه؟ قال لي اول حاجه لما اقول لك اي حاجه soluble او dissolve in water، لو قلت لك salt وسكت solid. طب salt dissolve in water تاني، لو جبت ملح، ملح ده solid. طب ملح ودوبته في ميه ده aqueous. تمام؟ او acid او alkali او كلمه solution. تاني اي حاجه من الاربع حاجات دول تقول لي عليها aqueous. ايه هم تاني؟ substance او salt dissolve in water او acid او alkali او solution. في حاجه صعبه؟ وهو بفكرك ان كل الميتال سوليد تاخد اس ما عدا الميركوري ليكويد فبياخد ال. مستر احنا على السهم بنكتب ساعات الكونديشنز، الشروط لو حصلت، مش في اي تجربه بنكتب الشرط. طب يا مستر ايه الشروط اللي ممكن تقابلني في اي تفاعل؟ قال لي 4 حاجات. ايه هم؟ اول حاجه ان انا اسخن، هيت او بيرنينج. خد بالك لو قال لك بيرنينج يعني سخنت برضو، ها.
او عملت عمليه الكومباشن، اي حاجه فيها هيت تبقى فاهم ان انت كده على السهم لازم تحط تريانجل مثلث. تالت حاجه قال لي لو استخدمت ماده بنقول عليها اسمها كاتاليست. حاجه اسمها ايه؟ كاتاليست. الكاتاليست دي اختصارها كده بنقول CAT اللي هي كات. تاني لو استخدمت كاتاليست بكتب كلمه كات. هفهمك يعني ايه كاتاليست دلوقتي. طب يعني ايه كاتاليست؟ مستر اقول لك مثال كده بسرعه وحاول تفهم معايا. لو جينا دلوقتي منتخب مصر بيلعب ماتش مهم جدا عشان يصعد كاس العالم، شبه كده الماتش اللي فاتت. المهم في بدايه الماتش بنلعبه هنا في مصر في استاد القاهره، وبنلعب بالمنتخب اول ما يكون اسمه ايه، هوب في بدايه الماتش كده اول 10 دقايق هوب اتاخد علينا ضربه جزاء، هوب المنتخب ده خد ضربه جزاء وجابها، بقينا متاخرين في النتيجه 1-0. طب الماتش ده مهم واحنا كجمهور الماتش لسه ما ضاعش، في ايدينا نكسب واحنا عايزين ان المنتخب يكسب. هنعمل ايه؟ هنشجع جامد. تي تربي تبا تي تا تا تي مصر هوب هنفضل نشجع جامد. فاللعيبه اتعملت ايه؟ اتحمست، اتشجعت، اتسرعت، اللعب بقى سخان كده بقى بسرعه بسرعه بسرعه، هوب رحنا جبنا الاول اتعادلنا، هوب جبنا الثاني، هوب جبنا الثاني، والماتش خلص 3-1 لينا، كسبنا صح؟ طب واحنا ماشيين بقى من الماتش انا كنت بشجع، كسبت حاجه؟ لا. خسرت حاجه؟ برضو لا. زي ما دخلت زي ما طلعت، صح؟ صح. الكاتاليست عمل كده، بيعمل ايه؟ بيدخل التفاعل زي ما دخل زي ما يطلع، بس هو عمل ايه؟ قال لي سرع التفاعل. عمل ايه؟ سرع التفاعل. يبقى الكاتاليست بيعمل ايه؟ بيسرع التفاعل بس، ولا بيتفاعل ولا بيتغير ولا بينقص ولا لونه بيتغير ولا بيحصل له اي حاجه. تاني يبقى هو الكاتاليست سبستانس مالها increase speed of reaction. تاني يبقى ماده بتعمل ايه؟ increase speed of reaction. increase speed of reaction زودت سرعه التفاعل من غير ما تحصل لها consume or change، ولا بتستهلك ولا بتتغير. يبقى لما اقول لك استخدمت كاتاليست تكتب انت حرف او حروف الكات على السهم CAT. حاجتين تانيين، كلمه دل بكتبها لما يقول لي استخدمت dilute acid او dilute alkaline solution. يعني ايه اصلا كلمه dilute؟ dilute معناها مخفف. يعني ايه مستر مخفف؟ قال لي يعني حاجه خفيفه. يعني ايه؟ مثال بسيط كده، لو جبنا ازازه ميه وحط فيها عصير تانك. عصير التانك مستر لو حطيت كيس واحد في الازازه وحطيت مثلا 5 اكياس في ازازه، طبعا اللي فيها كيس واحد دي خفيفه فيها ميه كتير، طب التانيه اللي حطيت فيها 5 اكياس دي الميه اقل بالنسبه للايه؟ للعصير، فبيكون مركز اكتر، صح؟ فهنا مستر بقيت عارف يعني ايه كلمه دايل يعني مخفف، ويعني ايه كلمه كونيك يعني مركز. تاني يبقى لما اقول لك دايليوت تقول لي داو، ولما اقول لك كونسنتريتد تقول لي كونيك. دي بتستخدم مع الاسيد او الالقلاين. يبقى دلوقتي الشروط اللي بتتكتب على السهم حاجه من 4، ما بكتبش غيرهم على السهم. لو هيت بعمل مثلث تريانجل، لو كاتاليست بكتب كلمه كات، لو دايليوتد اسيد او الكلاين بكتب كلمه داو، لو كونسنتريتد بكتب كلمه كونيك. في مشكله كده؟ اتمنى لا. طب تعالى مستر بقى نبتدي نتدرب ازاي نكتب كيميكال ايكويشن. قال لي بص براحه، واحده واحده، لازم تكون فاهم وفاكر ازاي بتكتب اصلا كيميكال فورميولا. تعال افكرك ازاي اصلا نقدر نكتب رمز كيميائي او صيغه كيميائيه لاي عنصر. لو جيت قلت لك مثلا صوديوم اوكسايد، الكلام ده انت لازم تكون حافظه. السيمبلز دي معاك في الكتاب غالبا بيج 148 لو انا متذكر صح. شوفها واتاكد، الكلام ده لازم تكون حافظه، حافظ كل رمز بالتشارج بتاعته. مستر الصوديوم رمزه Na وعليه بوزيتيف 1، الاوكسايد ده اكسجين وعليه نيجاتيف 2. وبعدين قال لي مستر بعد ما كتبت الرموز ببدل التشارج دي، ببدل الارقام بتاعت التشارج من غير التشارج. مش فاهم مستر بالراحه. الصوديوم عليه ايه من فوق؟ بوزيتيف 1 صح؟ تكتب 1 بس تحت الاكسجين. طب والاكسجين عليه نيجاتيف 2، سيبك من الساين من الاشاره واكتب الرقم بس 2 اهو. تاني فكتبت الرموز وببدل الارقام اللي فوق اللي هي بنقول عليها الفالنسي. فالان ايه بقى تحتيه كام دلوقتي؟ 2، فاكتب الان ايه تحتيها 2
والاو تحتها 1 وال1 ما بيتكتبش، يبقى رمز الصوديوم اكسيد ايه؟ Na2O. طب تعالى مثال كمان، لو جيت قلت لحضرتك رمز مثلا، نقول ايه مثلا؟ صوديوم، ومفيش غير صوديوم ولا ايه؟ لا انا عايز اغيره عشان ماشي، اغيره ونكتب حاجه تانية. لو جيت قلت لك ألمونيوم اوكسايد، نعمل ايه بقى يا مستر؟ اهو بكتب الألمونيوم الاول Al وهو عليه بوزيتيف 3، والاوكسايد ده O عليه نيجاتيف 2. يلا بينا نبدل. الألمونيوم عليه كام؟ 3، قول لي الرقم بس. والاكسجين عليه كام؟ 2. الارقام دي ما ينفعش اعمل لها ديفايدد، بعمل لها ديفايدد لو هم زي بعض 2 و2 او 3 و3. فهنا الألمونيوم تحتها 2 يبقى Al2، والاو تحتها 3 يبقى الاو 3. تاني يبقى الالومنيوم اوكسيد رمزه ايه؟ Al2O3. تاني الالومنيوم اوكسيد رمزه ايه؟ Al2O3. تاني الالومنيوم اوكسيد ايه رمزه ايه؟ Al2O3. في حاجه صعبه كده في الكلام؟ طيب نكمل. لو جيت قلت لك مثال كمان، تعالى ناخد بقى حاجه فيها اتوميك جروب. اقول لك ماشي، امونيوم كربونيت. يلا بينا نكتب رمز الامونيوم الاول. امونيوم رمزها NH4 وعليها بوزيتيف 1، الكربونات CO3 وعليها نيجاتيف 2. نبدل يلا، هنا هكتب 1 وهنا هكتب 2، ال NH4 تحتيها 2. طب اروح جاي كاتب براكت بقى واكتب ال 2 تاني. لما اقول لك اي رمز كده فيه ارقام اصلا وفي اكتر من رمز وتحتيه رقم تاني لازم تحط براكت. وهنا جنبها مين؟ السي او 3 وتحتها 1، فخلاص ما حطيناش براكت ولا رقم لان ال1 ما بيتكتبش. انا كده بفكرك ازاي اكتب موليكولار فورمولا، الكلام ده بتاع السنه اللي فاتت اصلا. نرجع بقى لدرسنا. لو جيت قلت لك انا عاوز دلوقتي احل على المنظر ده واكتب الايكويشن بتاعته، هناخد كذا مثال، تعالى واحده واحده. قال لك اكتب السمبلك ايكويشن رياكشن بالتفاعل الصوديوم بايكربونات. تروح جاي مع نفسك كده تكتب الصوديوم بايكربونات رمزه ايه. المفروض ان انا حفظته لك في الدرس اللي فات بس انت بتنسى. ادي الصوديوم تكتبه واحده واحده Na، والكربونات بايكربونات انا اسف HCO3. صوديوم بايكربونات يبقى NaHCO3. تفتكر ده عليه بوزيتيف 1 وده عليه نيجاتيف 1، يبقى هنا هحط 1 وهنا هحط 1، خلاص مش هكتبهم لان ال1 ما بيتكتبش اصلا. واكمل. قال لك كلمه سولت، واتفقنا اول ما الاقي كلمه سولت يبقى انا هكتب رمز الاس. with يبقى ده هيتفاعل مع حاجه تاني يبقى بلس. دايليوت هيدروكلوريك اسيد، اوعى تنسى كلمه دايليوت، قلنا دايليوت او كونسنتريتد لازم تتكتب على السهم، لازم تتكتب على السهم، فهكتب هنا كلمه دال. وهيدروكلوريك اسيد انت المفروض حافظ رمزه ان هو رمزه HCl. وقال لك هو اسيد، اتفقنا قلنا كلمه اسيد ده اكوس فبكتب AQ. تو فورم، اول ما تلاقي تو فورم يبقى تحط سهم. كون ايه؟ صوديوم كلورايد. تعال نكتب رمز الصوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد رمزه NaCl، وده بوزيتيف وده نيجاتيف، خلاص يبقى مش هكتب ارقام تحت. اهو وصلت لغايه هنا. اوعى تنسى سوليوشن. سوليوشن دي اتفقنا قلنا بكتب كلمه اكواس يبقى اكتب AQ بلس. with او and كون لي ايه تاني؟ ووتر. كون لنا ايه؟ ووتر، يعني الووتر رمزها H2O دي محفوظه، والميه دي ليكويد على طول اكتب L بلس. وكون كمان الكربون دايوكسيد جاز، والكربون دايوكسيد انت حافظه CO2 وتكتب تحت حرف الجي. اتمنى كده الكلام يكون مفهوم. تاني لو سمحت، يبقى لما اجي اكتب الايكويشن بكتب الرياكتنت الاول وبكتب ما بينهم بلس، وبكتب كل حاجه حالتها ايه تحت. لو سوليد بكتب اس، ليكويد بكتب ال، جاز بكتب جي، فيبور بكتب في، لو حاجات من الحاجات اللي فيها ميه بكتب اللي هي الاكواس بكتب اي كيو. وكتبت رمز كل واحده من الرياكتنت بلس بعض، وبعد كده كتبنا البرودكت. نيجي بعد كده قال لنا هنتكلم عن سؤال تاني. تعالى نكتب تفاعل السيلفر نيتريت. سيلفر نيتريت المفروض انت حافظ الرمز بس تعالى نكتبه واحده واحده. السيلفر AG، النيتريت NO3،
ده بوزيتيف 1 ده نيجاتيف 1. اول ما تلاقي الارقام اللي فوق كده او الشحنات زي بعض كرقم خلاص مش هتكتب حاجه تحت بلس. بس قبل ما اكمل ده سوليوشن، يعني اكتب ايه تحت؟ اكوس. اتفقنا قلنا كلمه سوليوشن يبقى اكوس. with صوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد رمزه ايه؟ NaCl، وده احنا حفظناه خلاص. وهو سوليوشن يبقى هكتب هنا ايه؟ AQ. قال لك تو فورم، اول تلاقي تو فورم سهم على طول ارو. كون صوديوم نيتريت. طب يلا بينا، الصوديوم Na، النيتريت NO3، ده عليه بوزيتيف 1 ده نيجاتيف 1، يعني خلاص مش هكتب ارقام تحت. قال لك ده السوليوشن يبقى هنكتب هنا ايه؟ اكواس بلس. وكون لي ايه تاني؟ برافو، بريسيبيتيت. وقلنا كلمه بريسيبيتيت يبقى هكتب حرف الاس عشان هي سوليد. سيلفر كلورايد، السيلفر اهو AG والكلورايد Cl، وده بوزيتيف 1 وده نيجاتيف 1 يبقى هيتساب زي ما هو. وهتنسى ان هو بريسيبتيت تحط حرف الاس. يبقى هو ده منظر الايكويشن بتاعتي. كتبت رمز السيلفر نايتريت وكتبت ان هو اكواس عشان هو سوليوشن، بعد كده الصوديوم كلورايد وكتبت اكواس عشان هو سوليوشن. وهنا في التفاعل ده ما ادانيش شرط، ما قاليش بيرنينج او دايليوتد، فما كتبتش حاجه على السهل. كون لي صوديوم نايتريت وكتبنا ان هو اكواس عشان قال لي سوليوشن، وطلع عندي السيلفر كلورايد اللي هو ايه؟ ماده سوليد، فكتبنا اس. نيجي بعد كده نتكلم عن ان انا دلوقتي هكتب سامبوليك ايكويشن، معادله رمزيه لما اعمل سترونج هيتنج. خد بالك في هيتنج، في حراره، يعني في مثلث هنعمله لما افعل الكالسيوم كلورايد سولت تو فورم. بص بص بص، يبقى انا هكتب الكالسيوم كربونات الاول. ادي الكالسيوم رمزه Ca، كربونات CO3، وده عليه بوزيتيف 2 وده نيجاتيف 2. وقلت لك لما تلاقي الارقام اللي فوق زي بعض ما تكتبش حاجه تحت. تو فورم، او اقول لك تو فورم تعمل السهم على طول. وهنا في بيرنينج، احتراق اهو تاني. يبقى هو مسك الماده دي حرقها ولع فيها، طلعت لي ايه يا مستر؟ قال لي كالسيوم اوكسايد باودر. ادي الكالسيوم Ca والاكسيد O، ده بوزيتيف 2 وده نيجاتيف 2. خد بالك الارقام اللي فوق اللي انا بكتبها دي مش شرط تكتبها، بس انا بكتبها عشان اتاكد ان انا كاتب الرمز صح بارقامه اللي تحت. اهو بوزيتيف 2 ونيجاتيف 2 راحوا مع بعض، مش هكتب حاجه. وهو باودر يعني هو ايه؟ سوليد، يبقى هحط اس بلس. with evolution of carbon dioxide gas، وطلع كربون دايوكسيد جاز يبقى CO2 طلعت، وهكتب جي عشان هو جاز. في مشكله ده؟ اتمنى كده الايكويشن تبتدي كده تكون فاهم بتتكتب ازاي. هنبتدي ناخد ايه دلوقتي يا مستر؟ قال لي ان انا عندي حاجه اسمها law of conservation of matter. يعني ايه؟ يعني قانون حفظ الماده. يعني ايه؟ قال لي انت حضرتك جبت كربون، واحده كربون، وجبت 2 اكسجين، طلعوا لك كربون دايوكسيد، في واحده كربون وفيها 2 اكسجين، صح؟ يعني كربون واحده دخلت، كربون واحده طلعت، 2 اكسجين دخلوا، 2 اكسجين طلعوا. فده كده معناه يا مستر ان الماده ما اختفتش وما جت يعني وما جاتش من ما فيش. تاني كان معايا واحده كربون، طلعت لي واحده كربون، بس ايه اللي حصل؟ ده كان كربون طلع في شكل كربون دايوكسيد. تاني جبنا كربون واكسجين طلع لي كربون دايوكسيد. يبقى الكربون سوري، الكربون عدده ما اختلفش ولا الاكسجين عدده اختلف، فكده الماده ما اتغيرتش ولا اختفت، هو يا دوب شكلها او الفورم بتاعها اتغير. يبقى تاني بقول ايه؟ يبقى ايه هو conservation of matter؟ الماتر is neither destroyed nor created، ولا حصل لها destroyed ولا created. يعني ايه destroyed؟ يعني ما خلصتش، ما اتفنتش، وكرييتد يعني ما استحدثتش، يعني ما اتعملتش من ما فيش. يعني هي ما اتعملتش من ما فيش ولا خلصت. هل انا جبت كربون دايوكسيد كده مع نفسه؟ لا، كان معايا كربون ولعت فيه فكون لي كربون دايوكسيد. هل تعرف تجيب كربون دايوكسيد كده من ما فيش؟ لا. فالماده ولا حصل لها ديسترويد ولا كرييتد، بس حصل لها ايه؟ transformed from one form to another. transformed from one form to another. transformed from one form to another. يبقى اتحولت من صوره للثانيه. قال لك بص ناخد بسرعه كده low conservation of mass. ايه هو conservation of mass؟ بس قبل ما ادخل عليه نتكلم كده عن عالم اسمه انتوني لافوازير. ده عالم باين من اسمه ان هو فرنساوي بالثلاثه، فعلا هو فرنش كيمست، بس هو مش هو عالم فرنساوي، هو كيميائي، بس مش كيميائي بس، ده كمان ايه؟ فلسفر، فيلسوف، وايه؟
economist وكمان biologist. يا عم انت سبت ايه العلم اللي انت سبته ده؟ عالم في كل حاجه. طب عمل ايه؟ عمل حاجات كتيره قوي. اول حاجه ان هو فيرست فورميولا، قال لنا كده على بدايه كده قانون، او قال لنا يعني تعريف وفهمنا يعني ايه conservation of mass اللي احنا هنفهمه دلوقتي. وتاني حاجه ان هو العالم اللي اثبت لنا ان الاكسجين ده العنصر المسؤول عن الكومبشن، الاحتراق. يعني هو احنا بقينا فاهمين ان الحاجه لما تتحرق تتفاعل مع الاكسجين بسبب العالم ده. مش بس كده، ده ابتدى عمل ديفلوبد، طور نظام الحديث للنيمينج كيميكال سبستنس، نظام تسميه المواد الكيميائيه هو اللي حدثه. وعشان كده بيتقال عليه father of chemistry، ابو الكيمياء. تحس انها شتيمه، father of chemistry. في مشكله ده؟ طب تعالى نفهم مستر ايه هو اللو اوف كونزرفيشن اوف ماس. قال لي بص نديك مثال كده بسرعه. لو جبنا حاجه اسمها كالسيوم كلورايد وجبنا منه كميه معينه وليكن يا عم 10 جرام، وجبت حاجه تانية اسمها صوديوم سلفيت ويا عم جبت منها 15 جرام، لو خليتهم يتفاعلوا مع بعض حطيتهم على بعض هيديك ناتج، تلاقي الماس بتاعته كام؟ 25 جرام، اللي هو 10 بلس 15. هل حاجه صعبه؟ تاني يبقى هنا لما جبنا الفلاسك وقلبناه، كل ده ليه قلبناه؟ ليه؟ عشان يحصل رياكشن ما بينهم ويكون لي ماده جديده. في مشكله ده؟ فالاول خليناهم منفصلين، بعد كده عملناهم ميكس. طيب وبعدين لقيته مستر كون لي نفس الماس. يبقى ايه هو يا مستر اللو كونزرفيشن اوف ماس؟ عارف اديلك بمثال بسيط كده الطلبه بتاعتي بتفهمه وبيسهل عليا كل حاجه. تعالى كده قبل ما نشرح اهو. لو جيت قلت لك انا جبت ملح وهحط عليه فلفل اسمر، فهيديني خليط من ملح وفلفل، صح؟ صح. طب لو انا جيت قلت لك انا حطيت 5 جرام من الملح على 10 جرام من الفلفل، تلاقي ده كام؟ 15 جرام من الملح والفلفل. طب لو جيت قلت لك انا حطيت 10 جرام من الملح على كام جرام من الفلفل عشان يديك مثلا 20 جرام اوف ملح وفلفل، هتقول لي مستر كده حطيت 10، صح كده؟ لا. فالكلام كده مفهوم. ليه؟ ان التوتال ماس اوف رياكتنت ايكوال توتال ماس اوف برودكت. يبقى هو اللو كونزرفيشن اوف ماس ان هو يا مستر هنا summation of ماس. يبقى التوتال ماس اوف سبستانس اللي هي مين؟ الرياكتنت. يبقى تاني total mass of reactant equal to total mass of product. الاختصار بتاعه يبقى نقول ايه هو اللو اوف conservation of mass؟ total mass of reactant equal to total mass of product. يبقى total mass of substance اللي حصل لها في الكيميكال رياكشن اللي اتفعلت equal to total mass of substance resulting الناتجه من التفاعل اللي هي البرودكت. في حاجه صعبه في الموضوع ده؟ طيب تعالى مثلا دلوقتي ناخد حاجه تاني مهمه اسمها ايه؟ بص انا اقول لك على حاجه، انا عارف ان ممكن تكون الحصه طويله ومتعبه، انت تروح جاي عامل ايه؟ واقف الفيديو هنا، خد بريك، اشرب ميه، اشرب عصير، اشرب كوبايه نسكافيه، اعمل اكل، اعمل اي حاجه، اطلع البلكونه، شم شويه هوا وارجع تاني كمل. بس لو سمحت ما تاخدش بريك ان انت تمسك الموبايل وتقلب في الواتساب وعلى الفيسبوك والكلام ده. لا ده كده مش بريك، ده تضييع وقت. لكن انت من حقك تفصل، كم معلومات كتيره دماغك تتعب وافصل، بس افصل من غير ما تضيع وقت كتير. نيجي هنا اقول لك انا هجيب حاجه اسمها الميثان، وانت حافظ ان الميثان رمزه CH4. هخليه يتفاعل مع الاكسجين، وانا قلت اي حاجه بتتفاعل مع الاكسجين يبقى انا ولعت فيها خليتها تتحرق، فلقيته طلع لي كربون دايوكسيد وكمان ووتر فيبر، بخار ميه او ميه. مستر تعالى نقارن. قال لي هقارن ايه؟ قال لي قارن كل عنصر، كل اليمنت في الرياكتنت بالبرودكت. يعني ايه؟ مش فاهم. تعالى كده نمسكهم واحده واحده. انت هنا في قبل السهم، بص قبل السهم ايه العناصر اللي انت شايفها؟ هتقول لي مثلا انا شايف كربون وشايف هيدروجين وشايف اكسجين، صح؟ صح. كم كربون بقى قبل السهم؟ او بلاش، هتلاقي برضو هنا بعد السهم في كربون وفي هيدروجين وفي اكسجين. كم كربون قبل السهم؟ بص لما تشوف رمز شوف هل في رقم قبله ورقم تحته.
اولا هنا مستر ما تحتوش حاجه، يبقى في واحده كربون. طب في كام واحده هيدروجين؟ هتقول لي 4. في كام واحده اكسجين؟ 2. تاني ادي واحده كربون، 4 هيدروجين و2 اكسجين. طب تعالى هنا بص في بعد السهم كله، ركز في بعد السهم كله، في كام كربون طالعه؟ واحده. كام هيدروجين؟ اهم 2 2. كام اكسجين؟ ما تتسرعش ركز، هنا في 2 اكسجين وهنا في 1، يبقوا كده كام اكسجين؟ 3. 3 اكسجين. طب يا مستر ايه العمل؟ هل الكلام ده كده ينفع؟ قال لي لا، عدد الكربون زي بعضه لكن الهيدروجين لا، في اختلاف. طب ايه العمل؟ قال لي لا الكلام ده ما ينفعنيش، الكلام ده ما ينفعش ان عدد الحاجات الاتوم اللي داخله بتاعت الاليمنت ما تبقاش زي اللي طالعه. ليه؟ قال لي لان الكلام ده كده الايكويشن دي معناها انها نوت فيريفاي، لا تحقق ولا اللو اوف كونزرفيشن اوف ماتر ولا اللو اوف كونزرفيشن اوف ماس. زي ما قلنا لازم واحده كربون دخلت يبقى واحده طلعت، 4 هيدروجين دخلوا يبقى في 4. فكده دي نوت فيريفاي، ما بتحققش law of conservation of matter. ولا الماس، لو جبت الماس بتاعت الرياكتنت مش هلاقيها نوت ايكوال الماس اوف برودكت. طب ايه العمل؟ قول لي دلوقتي انا عايز اخلي الايكويشن دي بالانسد، موزونه. يعني ايه؟ يعني اي element زي ما دخل يبقى زي ما طلع. قال لي ساعتها بعمل ايه؟ قال لي اللي اقدر عليه ان انا اغير في النمبر بتاع المولكيول اوف كيميكال كومباوند. يعني ايه؟ قال لي مستر يعني انا ممكن دلوقتي بدل ما طلعت واحده ووتر جواها 2 هيدروجين ممكن يطلعوا 2 ووتر، يطلعوا 2 ووتر عشان يبقى فيها 4 هيدروجين. تاني لو سمحت، انا يا مستر مش هقدر اغير اي رقم من الارقام اللي تحت. ليه؟ لو انا غيرت اي رقم من الارقام اللي تحت يبقى انا بغير الماده، ما ينفعش اغير. يعني هل ينفع ان انا اخلي الووتر H4O؟ هل ينفع اخلي الميه الاتش فيها ب 4 عشان تقول لي يا مستر دخلت 4 طلعت 4؟ قال لي لا الكلام ده ما ينفعش. انا ما ينفعش يا مستر اغير في الكلام ده، لو غيرته يبقى انا غيرت الكومباوند كله، كده غيرت الميه، الميه ما بقتش ميه، مش هتبقى H2O. لو غيرت ال H2O كده ما بقتش ووتر. وصلت؟ طب ايه العمل؟ قال لي بدل ما تاخد واحده ووتر يبقوا 2، ده اللي اقدر يتعمل. يبقى انا اقدر اغير في نمبر اوف موليكيول، بدل ما هي واحده ووتر هخليها 2، يبقى هنا اروح جاي حاطط 2 هنا. ده معناه ايه؟ معناه يا مستر ان العدد بتاع الهيدروجين والاكسجين اتغير. طب تعالى كده نحسب كده الهيدروجين اللي طلعت كام؟ بص بنعمل ايه؟ تايمز ال2 دي، تايمز ده كله. عارف ده معناه ايه؟ بالراحه بالراحه بالراحه. دي معناها ان انا معايا H2O وكمان H2O، انا معايا 2 ميه، معايا 2 ميه. طب تعالى هو نحسب بالراحه، كده يبقوا كام هيدروجين؟ 2 هيدروجين و2 هيدروجين يبقى 4 هيدروجين. تعالى نتعود بقى نحسبه ازاي؟ بقول كده 2 تايمز الرقم اللي تحت اللي هو 2، 2 تايمز 2 ب 4، وال2 دي تايمز الاكسجين برضو، والاكسجين ما تحتوش حاجه يعني 1، 2 تايمز 1 ب 2. يبقى تاني مستر انا بدل ما هاخد واحده ووتر هاخد 2 ووتر، فرحت عامل ايه؟ رحت جاي حاطط 2 هنا، فبقى عندي كده 4 هيدروجين طلعوا و2 اكسجين. لا على فكره انا حاسبين اكسجين غلط. ليه؟ هقول لك. لان يا مستر ال2 اكسجين هنا بس، هنا 2 اكسجين وهنا كمان 2 اكسجين، يبقوا كام اكسجين طالعين؟ 4. اصحى خد بالك اوعى تقع تاني. هنا يا مستر دول بس 2 اكسجين وهنا كمان 2 اكسجين، يبقى كده في البرودكت في النواتج في 4 اكسجين. طب تعالى هنا يا مستر، كده الكربون اتظبط، واحده اكسجين دخلت طلعت واحده، الهيدروجين داخله 4 طلع 4. طب والاكسجين؟ قال لي مستر طلعت 4، طب يبقى انا عايزها كمان تدخل 4، فاعمل ايه؟ بدل ما اخد واحده من الاوتو اخد 2، فبقى كده ده كده كام اكسجين؟ خلاص ده كده بقى 4 اكسجين، وبكده الاقي حتى الاكسجين اتظبط. يبقى بعمل ايه لو سمحت؟ بخليها بالانسد، بوزنها، بقعد العب في الكفتين. الوزن يعني هلعب في الكفتين، اذا كان رياكتنت او برودكت افضل اعمل هنا وازود هنا وازود هنا لغايه ما الاثنين يبقوا زي بعض، كل رمز منهم زي ما دخل زي ما طلع. في مشكله في الموضوع ده؟ يبقى انا يا مستر لو سمحت عايزك تبقى فاهم يعني ايه بالانسد كيميكال ايكويشن. يعني الكيميكال ايكويشن مكتوب فيها كده ارقام
مظبطه ان كل عنصر زي ما دخل زي ما طلع. ولو سمحت الوزن او البالانسد مش الارقام اللي انا بحسبها تحت، هو الارقام اللي انا حطيتها في الايكويشن فوق. فنرجع تاني لدرسنا ونقول ان انا كده مستر عرفت يعني ايه بالانسد كيميكال ايكويشن. طيب ومن هنا بقينا عارفين حاجه مهمه جدا. ايه هي مستر؟ اهو. طب ليه بقى دي كده دي حلوه كده وبتحقق low conservation of mass او of matter؟ هتقول لي لان number of atom of each element ماله هيكون equal number of atom of each element بيبقى في البرودكت. يبقى العدد بتاع الاتوم بتاعت اي حاجه قبل التفاعل في الرياكتنت شبه بعضه في البرودكت. فهنا نعرف عندي 3 definition. اول واحد balanced symbolic equation. يعني ايه balanced symbolic equation؟ دي عباره عن symbolic chemical equation. symbolic chemical equation. symbolic chemical equation يعني معادله رمزيه فيها رموز بتبين ايه او فيها ايه يا مستر؟ number of atom of each element. number of atom of each element. number of atom of each element of reactant. تاني يبقى كل اتوم بتاعت من الاليمنت بتاعت الرياكتنت بلاقيها equal to number of atom of each element of product. تاني يعني ايه balanced symbolic equation؟ يبقى عباره عن ايه؟ symbolic chemical equation. symbolic chemical equation. symbolic chemical equation. symbolic chemical equation. يبقى دي المعادله الرمزيه اللي فيها ايه؟ number of atom of each element. number of atom of each element. يبقى number of atom of each element بيكون ماله equal to number of atom of each element of product. يبقى تاني ثبتها. ايه بالانس كيميكال ايكويشن؟ بص التكرار بيعلم الشطار. بسرعه. ايه هو يا مستر؟ ان دي عباره عن معادله رمزيه، رمز بتاع العدد بتاع كل واحد في الرياكتنت زي العدد بتاعه في البرودكت. يبقى الكربون اللي دخل شبه الكربون اللي طلع، الاكسجين اللي دخل شبه الاكسجين اللي طلع، وهكذا. تاني حاجه اسمها كوفيشنت. او الكوفيشنت قال لي ده مستر المعامل. يعني ايه؟ يعني الرقم اللي بيبقى قبل الرمز. تاني number precede the symbol. number precede the symbol. number precede the symbol. number precede the symbol or molecular formula. في مشكله ده اللي موجود فين؟ في البالانسد كيميكال ايكويشن. بالانسد سيمبوليك ايكويشن. طب مستر في رقم تاني بنقول عليه اسمه السبسكريبت. ايه هو السبسكريبت؟ قال لي ده نمبر بيكون locate below the symbol. locate below the symbol. تاني يبقى في رقم بيكون قبل الرمز وفي رقم تحت الحرف. صح. يبقى ايه هو الرقم اللي قبله؟ اسمه coefficient. ده الرقم اللي تحت اسمه subscript. ده بيكون تحت السيمبل of the element to make عشان يخلي الموليكول and represent number of atom في السنجل موليكول. بيعرفني يعني عدد الاتوم في السنجل موليكول. يعني لو جيت قلت لك H2O كده عرفت ان الووتر فيها كام هيدروجين؟ 2. يبقى السبسكريبت عرفك عدد الاتوم في الموليكول. في حاجه صعبه في الكلام بس خد بالك ايه هو؟ ان لما نكتب بالانس كيميكال ايكويشن مش لازم الكوفيشنت تكون زي بعض ومش لازم يكونوا ايكوال. في مشكله في الموضوع ده، ولو هو ب1 ما بيتكتبش خالص. تمام. تعالى كده ناخد ايكويشن زي دي. بيقول لك ايه؟ عايزك توزنها لي، فيلا بينا نوزنها. اكتب لي اصلا التفاعل اللي حصل ما بين النيتروجين والهيدروجين. ادي النيتروجين اهو N2 هيتفاعل مع ال H2. قال لك تو فورم عشان يكون الامونيا جاز اللي هو رمزه NH3. طب مستر المعادله دي موزونه ولا لا؟ تعال نبص مع بعض. كم N دخلت وكم H دخلت؟ هتقول لي N واحده دخلت. طب كم H دخلت؟ ايه ده واحده ايه ده؟ الله ركز معايا. لا يا مستر دي 2 نيتروجين دخلوا. كم هيدروجين دخلوا؟ 2. طب بص معايا بعد السهم. كم نيتروجين طلعت؟ 1. كم هيدروجين طلعت؟ 3. عايزين نوزن. نعمل ايه؟ قال لي تفكر كده وتبتدي من الناحيه الاقل. الجنب اللي فيه نيتروجين اقل ده زوده. طب عشان ازوده يبقى هعمل لها هنا كلها، بدل ما اخد واحده بس من الامونيا هاخد 2. يبقى هخليها دي كده ب2 امونيا.
وترجع تعيد حساباتك تاني. بقوا كده كام نيتروجين؟ الموضوع اختلف. ده كده اللي طلعوا 2 نيتروجين. وكام هيدروجين؟ 2 تايمز 3 كام؟ 6. تاني انا مستر كان النيتروجين والهيدروجين هنا النيتروجين كان قليل، فانا عايز ازود، فزودت عدد الامونيا كلها، بدل ما تبقى واحده يبقى 2. طب الاثنين امونيا فيهم 2 نيتروجين لكن 6 هيدروجين. تاني افهم معايا، يعني ايه 2 امونيا؟ يعني معايا NH3 وكمان NH3. طب الاثنين دول فيهم كام نيتروجين؟ 1 2. وكام هيدروجين؟ 3 هيدروجين، و3 هيدروجين يبقوا 6 هيدروجين. وصلت؟ طب يا مستر النيتروجين اتظبط بس الهيدروجين لا، دخل 2 طلع 6. ايه العمل؟ خلاص اخليه يدخل كمان 6. طب اعمل ايه؟ هتقول لي مستر هنا H2، فانت لو عملت لها تايم 3 يبقى كده كام هيدروجين داخلين؟ 6. يبقى في كده 2 هيدروجين داخلين، 2 هيدروجين طالعين، 6 هيدروجين داخلين، 6 هيدروجين طالعين. وانا كده ابقى انا عملت وزنت المعادله دي. طب تعال ناخد واحده كمان. هنا السهم عايز يتحرك شويه، هكتبها لك عدل. هي Mg بلس O2 طلعت لنا MgO. طب هنا كم Mg داخله؟ واحده، ادي واحده Mg. كم O داخله؟ 2. طب كام Mg طالعه؟ واحده. كم O طالعه؟ واحده. طب ايه العمل؟ مستر هنا الاكسجين اكتر، هنا الاكسجين اقل، يبقى انا عايز ازود هنا. يبقى انا عايز بدل ما اخد Mg واحده MgO كلها اخليها 2، يبقى هخلي هنا 2 MgO. طب تعالى احسب حساباتك تاني، هتلاقي هنا الرقم اختلف. بدل واحده Mg طلعت بقوا كام؟ 2. بدل اكسجينيه واحده بقوا كام؟ 2. طب ايه ده مستر؟ الاكسجين اتظبط بس المغنيسيوم لا. طلع كام المغنيسيوم؟ 2. يبقى انا عايزه يبقى داخل كام؟ 2. تروح جاي حاطط هنا 2، فتلاقي الايكويشن كده ظبطت معاك. يبقى تاني ببتدي بالناحيه الاقل ازودها، وابتدي كده اشوف هل اتوزنت ولا لا. لو ما اتوزنتش وشايف لسه في ناحيه قليله زود فيها. بس عايزك تبقى فاهم حاجه، ايه هي يا مستر؟ ال2 دي يا شباب تايمز الام جي بس. ليه؟ عشان هنا في بلس، والبلس دي كده مفرقه ما بين الام جي والاو 2، فال2 دي تايمز الام جي بس. لكن هنا كانت تايمز الام جي او عشان ما فيش ما بينهم بلس. وصلت؟ طب تعالى ناخد ايكويشن تانية هنا، اخر ايكويشن عشان نشوفها نعمل ايه دلوقتي. مستر تعالى بص، قبل الرياكتنت في ايه؟ هتقول لي في كربون وفي هيدروجين وفي اكسجين. طب بعد السهم في كربون وفي هيدروجين وفي اكسجين. طب تعالى نعد. كم كربون هنا قبل السهم؟ 3. كم هيدروجين قبل السهم؟ 8. كم اكسجين؟ 2. اكيد العد ما فيهوش مشكله. طب تعالى هنا، كم كربون بعد السهم؟ 1. كم هيدروجين؟ 2. كم اكسجين؟ 2 1 3. طب مستر ايه العمل؟ اولا الكربون داخله 3، يبقى انا عايزه تطلع 3، يبقى على طول من غير ما تفكر تحط 3 هنا وترجع تعيد حساباتك هنا تاني. بقوا كام كده كربون؟ بقوا 3. طب كم هيدروجين؟ لسه 2 زي ما هم. طب كم اكسجين؟ تعال نحسبه بالراحه. 3 تايمز 2 6 و1 7. اوه الكربون اتظبط بس الهيدروجين لا. طب ايه العمل؟ عايز اخلي مستر الهيدروجين يتظبط. هو دخل 8 فانا عايزه يطلع 8، يبقى انا بدل ما اخد واحده ووتر اخد منها كام؟ 4 ووتر. طب ليه؟ عشان انا معايا الواحده الووتر فيها 2 هيدروجين، فانا عايزهم يبقوا 8، يبقى انا هاخد كام واحده ووتر؟ 4، عشان 2 و2 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 يبقوا 8. يبقى هنا بدل ما هي واحده ووتر هخليها 4 ووتر. ونرجع نحسب حساباتنا تاني. كده بقوا كام هيدروجين؟ طلعوا 8. بس كام اكسجين؟ تعال نحسب تاني. 3 تايمز 2 3 تايمز 2 6، وهنا 4 تاني. هنا 6 اكسجين، دول فيهم 6 بس ودي فيها 4، يبقى 6 و4 10. يبقى كده اللي طلعوا يا مستر 10 اكسجين. فانت عايزهم يدخلوا كام؟ 10.
انت معاك الاوزن واحده فيها 2 يبقى تاخد من الاوزن كام؟ 5 وكده الايكويشن تبقى اتظبطت. يبقى طالع معاك كام اكسجين؟ 10. يبقى تاني بفضل كده يا مستر رايح جاي على الناحيتين، افضل ازود واظبط كده الزوايا بتاعتي في الناحيتين عشان تبقى الايكويشن بالانسد. وبكده يبقى خلص معانا lesson 2 في يونت 2 وجامدين ومفيش حد زينا. فهستناك كده لو عندك اي سؤال تبعت لي في الكومنت او تبعت لي على المسج او قصدي الرسائل بتاعت البيج، وهستنى منك اي حاجة. وان شاء الله دايما مع بعض في طريق النجاح ومقفلين الساينس وجايبينه في شوال. اشوفك على خير في سيشن جديدة. سلام.